انا لو ما كانش حد اداني الباكج كده قدامي وقال لي بصي مايت سينما عملت ايه في شي جلام وفي شي ان، كنت عمري ما هصدق. السلام عليكم ورحمه الله، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. مايت سينما بتتعامل مع الماركات الغاليه معامله وحشه قوي، معامله الضراير. مايت سينما قلدت كيكو وعملت روج اللي انا هوريها لكم دلوقتي، الروج اللي شبه كيكو بالظبط اللي سعره داخل في 500 جنيه، مايت سينما عملته ب 60-70 جنيه وسكتنا لها وقلنا ماشي اهو ماركات كده شبه بعض. لكن ان مايت سينما تروح وتقلد كمان شي ان وشي جلام، لا ده ويب سايت كامل. مايت سينما ما سابتش شي جلام في حالهم، مايت سينما عملت تنت شبه تنتات شي جلام بالظبط، نفس الباكج ونفس كل حاجه، وكمان درجات الوان قريبه جدا جدا من بعض. انا لو ما كانش حد اداني الباكج كده قدامي وقال لي بصي مايت سينما عملت ايه في شي جلام وفي شي ان، كنت عمري ما هصدق ان دي اصلا الباكج بتاع مايت سينما. بصوا المايت سينما عامله نفس الباكج بالظبط، نفس الشكل بتاع الباكج ونفس الابليكيتور، نفس كل حاجه. ولكن بقى ايه، انا جربته وجايه اقول لكم عنه ريفيو كامل عن بلاشر مايت سينما تقليد شي جلام. اول حاجه بقى انا جايه النهارده نعمله معاه مقارنه هتبقى عنيفه جدا. هنجربه ان احنا نفرده بايدينا وبالفرشه وبالسبونج، ممكن كمان اعمل لكم فيديو نجربوه بالفاونديشن ومن غير فاونديشن. ده انا ههريكم يا مايت سينما اختبارات. بصوا اول حاجه الدرجه اللي معايا دي هي الدرجة اللي معايا دي درجة 106، هي ملهاش اسماء. يبقى اول حاجة فرق بينها وبين شي جلام ان هي هنا بالارقام، لكن شي جلام كانت بالاسماء. اول حاجة الدرجة اللي معايا 106 دي قلبة لونها على بينك شوية او بينك قوي، يعني هي ممكن تبقى فاتحة شوية في الكاميرا ولكن هي بينك. ريحته بقى ايه؟ ريحة منتجات مايت سينما كلها بتعرفها. لو عندكم اي حاجة من منتجات مايت سينما هتعرفوا تميزوا اي حاجة تانية تشموها هتعرفوا ان دي من مايت سينما. الباكج ده والتقليد ده وكل الحركات دي كان اول ما نزل خالص السوق كان ب90 جنيه. ده عشان بقى ايه، كانت حاجة حصرية، واللي معاه شي جلام الكوبي او مايت سينما ده بالنسبه له كده حاجه حصري، فكان ب90 جنيه. بعد كده اول ما انتشر شويه ابتدى ان هو سعره يقل شويه من 90 ل 60 65 70 حسب المكان اللي احنا بنشتري منه. تعالوا بقى نجربه ونعرف يا هل ترى ال90 جنيه اللي انا دفعتهم في المايت سينما تنت يستاهل ولا لا. لما انا قلت لكم ان انا هختبر اختبار قاسي انا ما كنتش بهزر. انا دلوقتي هقسم الوش ده نصين وهبتدي اجرب على نص ادمجه بالفرشه ونص ادمجه بالبيوتي بلندر، ونشوف احنا الاتنين سوا كده هل احلى بالفرشه ولا بالبيوتي بلندر. وفي اخر الفيديو هعرفكم لما انا نزلت بيه وخرجت بيه اكتر من 4 ساعات كان ثابت ولا لا. اول حاجه طبعا فتحه سهل خالص، ابتدي بقى ان انا اخد منه كده نقطه. شايفين لونه خفيف بس هوريكم النقطه دي هتعمل ايه. وهنا كمان نقطه. تمام، انتوا طبعا شايفين ان دي نقطه بسيطه خالص، هوريكم النقطه دي هتعمل ايه. نبعد بس الطرحه البيضه دي عشان ايه ما تتبهدلش معانا، وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم كده وشوفوا اللي انا هشوفه دلوقتي. في بوكس كده بقى ابتدى ايه يظهر في وشي. انا مش عارفه انتوا قاصدين بالكم ولا لا، بس انا كده اخده بوكس، يعني انا حطيت اصلا كميه قليله جدا. بصوا نقعد بقى ايه ندمج كده شويه عشان نخففه على قد ما نقدر، لان هو يا لهوي الطرحه باظت. بصوا طبعا مش قادره اقول لكم على الحقيقه هو تقيل ازاي، ده هنا على الكاميرا خفيف جدا. انا بحب اطلع كده التنت على قورتي شويه. عايزه اقول لكم ان انا لو حد من اهلي شافني دلوقتي هيفكرني اخده بوكس، لان هو كتير جدا واحنا كترنا. ولكن انا كنت عايزه اوريكم فعلا شكله عامل ازاي. هصور لكم كمان صوره بالموبايل من غير اي اضاءه او اي حاجه اوريكم فعلا قوته. بيندمج بسرعه، اندمج معايا ما اخدش دقيقه، معلمش الصراحه. انا سبته تقريبا ثانيتين 3 ما خططش خالص معايا او ما سابش علامه. بالفرشه ما سابش علامه خالص الفرشه.
وشكله على البشره جميل جدا، ولكن تستخدمي منه نقطه صغننه خالص. ده كده النص اللي كان بالفرشه، بصوا اندمج بسرعه وحلو جدا، مسابش اي خطوط، شكله حلو. اتفرد الكميه كلها الصراحه. الفرشه ما اخدتش منه غير حاجه بسيطه، كمان دي الفرشه بتاعتي الاساسيه بتاعت البلاشر او التنت، فهي اصلا لونها كده مش من اللون بتاع البلاشر خالص. ده بقى سيبناه حبه كده، فتعالوا ندمجه دلوقتي بالبيوتي بلندر ونشوف هيعلم ولا لا. البيوتي بلندر بتاعتي ناشفه، فتعالوا نشوف. بقول لكم ان انا حسيت ان هو شكله بالبيوتي بلندر احسن، لان هنا حسيت ان هو هنا ما اخدش اي حاجه من الفرشه، ما اخدتش اي حاجه من البلاشر، يعني محطوط الكميه كلها، فحاسه ان هو علم. لكن هنا البيوتي بلندر دخلته مع الوش قوي وخليته سموث كده وهادي خالص، فباين كانه طبيعي مع اني حطيت نفس الكميه. بصوا الخد ده تحسوه مش حاجه ملطوعه كده، لا هادي. بصوا هنا موجود قوي لان انا ملطوع يعني كدمج، لا الدمج احسن بيه البيوتي بلندر. وان في ناس ياما دي بالنسبه لها ميزه ان هو لونه ما بيختفيش بسرعه، وهيبقى كده حلو فوق الفاونديشن وهيبقى ظاهر، دي حاجه كويسه. بس احنا لو بنتكلموا على حاجه يوميه وكده، لا يبقى نجيب البيوتي بلندر هيبقى احسن بالنسبه لك. بالنسبه بقى لثبات مايت سينما او شي جلام الجلابه، يا هل ترى ثباته ايه؟ بص بقى، انا نزلت بيه مرتين، المرتين كانوا مختلفين عن بعض تماما، ودي حاجه مجنناني. انا نزلت بيه مره الصبح الكليه، كنت حاطه منه كميه بسيطه خالص ودمجته بالفرشه. طبعا انا وريتكم ان هو مدموج بالفرشه جميل جدا وشكله باين قوي وظاهر، ولكن ما قعدش معايا ساعه واختفى. استغربت لان انا كنت مثبتاه، كنت حاطاه وحاطه فوقيه بلاشر تاني، يعني متثبت ببودر، يعني المفروض يبقى ثابت معايا اكتر من كده. ما قعدش معايا ساعه حرفيا وراح. يعني انا جايبه ده ب90 جنيه، المفروض ان انا مثلا خلال اسبوع لو بنزل مثلا كل يوم ساعتين، ان انا هحطه مرتين كل يوم، خلاص هو خلص مني. فانا لما حطيت منه كميه خفيفه وثبته، لا ما كانش ثابت، ودي حاجه مجنناني. حطيت منه كميه كبيره شويه وما ثبتوش، ملاحظين كلمه ما ثبتوش بحاجه، فضل ثابت معايا اكتر من 5 ساعات، ودي كانت بالنسبه لي معجزه. فانا كده ممكن عشان نثبتوه اكتر وقت، ممكن احنا بنحطه كميه كبيره وكمان نثبته ببودر، كده هنضمن ان هو بقى ثابت معانا طول اليوم. سعره كويس جدا، حجمه كويس، شكل شي جلام بالظبط، يعني كانكم اشتريتوا شي جلام ب90 جنيه. انا كده عرفتك عيوبه ومميزاته. شكله جميل جدا، الوانه السته كلهم احلى من بعض، في كام درجه كمان من السته ينفعوا كونتور او برونزر حسب درجه بشرتك ايه هينفع معاها ايه بالظبط. درجات السته كلها موجوده ومنتشره، هتلاقوها في اي ستور كبير او محلات الميك اب عامه. اشتريه او لا؟ لو تعاد بيا الوقت اشتريه، ولكن هستنى شويه لما يخلص ل60 جنيه، لان انا لما اشتريته كان ب90 جنيه. بس كده الريفيو بتاع تنت او بلاشر شي جلام خلص. لو عايزين اي حاجه اجربها لكم جديده نزلت السوق، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هجربها لكم. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناه عشان كل الفيديوهات الجديده توصل لكم، وتعملوا لي كمان لايك حلو زيكم، وتقولوا لي رايكم في الفيديو ده. المقارنه كانت حلوه، ايه رايكم في؟ متنسوش كمان تتابعوني على باقي السوشيال ميديا، على الفيس وعلى الانستا وكمان على التيك توك، يوميات مريم ومريم سلام. يلا باي. Audio Jungle.